السلام عليكم. النهارده حلقه جديده وحلقه النظره الاولى على الكوره المصريه اللي هنتكلم فيها عن تعادل بيراميدز مع فريق دجله، تعادل الاهلي مع مودرن سبورت، وكمان فوز الزمالك على فريق سيراميكا كليوباترا، واهم العيوب والمميزات اللي عرفنا نبص عليها ونطلعها من كل فريق من الثلاثه. فمن غير رقم مقدمات كتير يلا نخش في الحلقه. بس قبل ما نبدا لايك شير سبسكرايب اشترك في القناه عشان نوصلك جديد اول باول ان شاء الله. ويلا بينا نخش في الحلقه. وهنبدا باول ماتش هو ماتش بيراميدز وادي دجله. الماتش كان افتتاحيه الموسم بالنسبه للدوري المصري. ماتش توقعنا ان نادي بيراميدز هينزل يوم في وادي دجله هيدوم اقل حاجه 3-4. بيراميدز السكواد كامل من الموسم اللي فات، مفيش منهم اللي عندهم الا ابراهيم عادل، وقدروا يعوضوه باثنين لعيبه زي زيكو وايفرتون زي ما اتكلمنا في حلقه الانتقالات. بس اللي حصل العكس كده، وادي دجله نزل ضاغط بيراميدز. وادي دجله هو اللي كان اخطر، هو اللي وصل لجون كتير. احنا مثلا قعدنا لحد دقيقه 45 لحد ما شفنا جون وادي دجله، وبيراميدز ما عملش اي فرصه خطيره على مرمى وادي دجله. بالعكس وادي دجله كان ماسك كوره، وادي دجله كان اخطر وهدد بيراميدز كتير قوي، وكان ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش كمان. فبيراميدز من بدايه الموسم ما كانش احسن حاجه. الفريق كان عامل معسكر في تركيا ولاعب فرق قويه جدا. في الاخر مع اول اختبار قدام فريق وادي دجله وقع فيه في فخ التعادل. بيراميدز بالمناسبه اللي بقاله 4 سنين كل اول ماتش في الدوري بيتعادلوا، فعادي بيراميدز متعود على البدايه دي وهيشد حيله من الماتشات اللي جايه. بس كاوفرول الماتش وادي دجله كان راكب الماتش وكان هو الاخطر، ولازم ندي الشابوه لكابتن محمد الشيخ مدرب وادي دجله، المدرب اللي عنده 31 سنه بس، اللي عمل جيم عالمي قدام فريق بيراميدز. كمان وادي دجله عندها لاعب في نص الملعب اسمه محمد عبد العاطي، كان ماسك نص ملعب بيراميدز مهزقهم حرفيا، لعيب وحريف ومهاري. فبصوا عليه ممكن يبقى نشوفه في الاهلي ولا الزمالك الموسم الجاي. وده كان بالنسبه لبيراميدز وادي دجله. تعال نخش بقى على ماتش لسه خلصان دلوقتي، هو كان ماتش الاهلي ومودرن سبورت. انا حاسس ان ماتش الاهلي ومودرن سبورت ده الماتش الرابع للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. يعني لو النادي الاهلي كان في مجموعه فريق زياده وماتش زياده كان يبقى هو ده الماتش. نفس الافكار بنفس التكتيكات بنفس كل حاجه. يعني يا معلم يعني ايه فريق بيلعب من غير وينج يمين؟ هو انت كان في وينج يمين عمل معاك حاجه وحشه وانت صغير؟ يعني ايه زيزو خطورته كلها وينج يمين يا معلم؟ زيزو بياخد الكوره يجري ورا كده ويرفع الاوفر جول. اهو عندك النهارده كورتين ثابتين رفعهم جاب بيهم جوان. فايه بقى انك تلعب زيزو في نص الملعب وتلعب معاه محمد مجدي قفشه مع محمد علي بن رمضان؟ ايه ازاي تحط كل ده مع بعض؟ انا عارف انك عايز تلعب اللعيبه الحريفه كلها، بس كل واحد في مركزه، والملعب ما يستحملش قفشه ومحمد علي بن رمضان. نفس الكلام بالنسبه للزمالك، لما نيجي نتكلم على الزمالك ما يستحملش عبد الله السعيد ناصر مال مع بعض. فانت لازم تشوف طريقه تلعب كل الناس دي مع بعض من غير ما تخسر خطوره اي حد. انت قاتل زيزو في نص الملعب. زيزو كان هو الوحيد اللي ظهر في النادي الاهلي بس انت قاتله في نص الملعب. زيزو ان هو ينزل يستلم تحت ضغط وظهره للجون ما بيعرفش يعمل الحاجات دي خالص. زيزو كلنا عارفين حطه على الخط هتاخد منه احسن انتاج عنده. يعني زيزو النهارده مثلا ده 50-60%، حط على الخط هيديك 100 و120%. فحته زيزو دي لازم تحطه على الخط يا معلم. في الشوط الثاني لما قررت انك تنزل حد، قررت انك تنزل طاهر محمد طاهر مكان قفشه، وبرده ترمي طاهر محمد طاهر يمين وتخلي زيزو في قلب الملعب. ما كنت تنزل حد في نص الملعب زي كوكا وتطلع زيزو وينج يمين وبن رمضان 10، حليت كل حاجه وحطيت كل واحد في مركزه يا معلم. ليه اللعب في المراكز؟ انا ما اعرفش. بس كاوفرول النادي الاهلي ما قدمش مباراه كويسه خالص. النادي الاهلي المباراه كانت بدات في الشوط الاول كانت مباراه عاديه جدا من النادي الاهلي، هو ضاغط ومعاه الكوره، وكانت اخطر كوره يعتبر النادي الاهلي كانت تسديده من تريزيجيه في الدقيقه 41 ار2 تيجي جنب العارضه. والشوط الاول اللي خلص في الدقيقه 58 بعد ما الحكم ادى 8 دقائق ضايع وانتهى من غير اي خطوره لاي حد. مع بدايه اول 5 دقائق في الشوط الثاني الاهلي جاله ركنيه يقف عليها زيزو يعمل الاوفر بتاعه المعتاد، تروح الكوره على دماغ احمد رضا ويسجل الهدف الاول لنادي الاهلي. انا الجون ده شفته بيخش في محمد ابو جبل 500 مره مثلا. الكوره اللي تلعب عاليه الواحد يحطها بدماغه ابو جبل يعمل لها كده. شفت الجون ده بيخش في ابو جبل كتير قوي. حتى ارجع لماتش ال5-3 بتاع الاهلي والزمالك هتلاقي كل الجون داخل في ابو جبل كان بيعمل لها كده. فبصراحه ابو جبل عمل كل حاجه غلط في الجون ده، طلع وقف ما عملش اي حاجه وكان متقدم على الجون بتاعه. بس كان الهدف الاول للنادي الاهلي بعد عرضيه كويسه جدا من احمد سيد زيزو. وما يستناش كتير فريق فيوتشر، وفي الدقيقه 58 نفس الجون دخل في الاهلي في كاس العالم للانديه. كره من نص الملعب تروح لرشاد المتولي اللي بيعملها تشبايه كان من فوق ياسين مرعي، تروح الكره حسام حسن اللي بشماله يحطها فينش ولا احلى ويسجل التعادل لمودرن فيوتشر. هنقف عند الجون ده. هو محمد هاني كان فين؟ يعني ده المفروض حسام حسن في الجبهه مطرف يمين عند محمد هاني، فين محمد هاني؟ انا ما اعرفش. ويبقى هدف التعادل لفيوتشر في الدقيقه 58. ومن بعد الجون في الدقيقه 58 الاهلي فضل ماسك الكوره استحواذ سلبي تماما، مفيش اي خطوره على مرمى ابو جبل لحد ما تيجي الكوره ركنيه لنادي فيوتشر يرفعها علي فوزي يطلع بدماغه علي الفيل. نفس الجون بتاع النادي الاهلي يعتبر الاول بدماغه، شوبير ما عرفش يعمل معاه اي حاجه. ويبقى الهدف الثاني في مفاجاه لفريق فيوتشر. والنادي الاهلي عنده مشكله في الكور العاليه في الدفاع بالذات. المدافعين عندك بيجيبوا جوان بس في نفس الوقت مش عارفين يغطوا على الدفاع بتاعهم. فدي مشكله بتحصل كتير في النادي الاهلي لازم يتعامل معاها خوسيه روبيرو في الايام اللي جايه. والنادي الاهلي ما يتاخرش في الرد، بعدها ب4 دقائق اوفر تاني من احمد زيزو من فاول يطلع ياسين مرعي بدماغه ويسجل هدف التعادل للنادي الاهلي.
النادي الاهلي جاب جونين من كور ثابته مش من لعب مفتوح، وكانت اخطر كوره النادي الاهلي من لعب مفتوح كانت في الدقيقه 84 لما زيزو برده خد الكوره مع الطرف الشمال ورفع الكوره لمحمد علي بن رمضان اللي حطها بدماغه بس بتيجي في عرضه ابو جبل وتضيع فرصه تقدم النادي الاهلي. ومن بعدها ما يحصلش اي حاجه خطيره في الماتش خالص، كله تضييع وقت من لعيبه فيوتشر والحكم بيحسب فاولات والحكم بيعمل كده وادي لسعد وقت ضايع من غير اي فايده، وينتهي الماتش بالتعادل 2-2. تعال نخش بسرعه على السلبيات والايجابيات بالنسبه للنادي الاهلي. تعال نمسك اول سلبيه في النادي الاهلي وهي خوسيه روبيرو. انت يا معلم كاس العالم للانديه خلصان بقاله شهر ولا شهر واسبوع، ورحت عملت معسكر في تونس ولعبت ماتشات قويه قدام الملعب التونسي ولعبت ماتشات قويه كمان هناك في تونس، وجيت مصر عملت معسكر مغلق ولعبت ماتشات قويه. كل ده عملت فيه ايه واحنا شايفين النادي الاهلي بنفس ادائه في كاس العالم للانديه؟ شايفين نفس الجوان انت بتلبسها بسبب محمد هاني، شايفين الجوان انت بتلبسها بسبب عرضيات والمدافعين بتاعك مش عارفين يتعاملوا معاها، شايفين كمان ان الاتحاد زيرو في نص الملعب وظهر الهجوم مش واخد منه اي خطوره. فانت عملت ايه؟ وتاني سلبيه هنتكلم عنها هو محمود حسن تريزيجيه. يا معلم انت ما ضيعتش ضربه جزاء في نهائي كاس عالم، خلاص العب كوره. تريزيجيه مات واقفا حرفيا. ايه يا عم تريزيجيه ما تلعب كوره يا معلم، وكل كوره عايز تاخدها ارتو في ايه يا معلم؟ العب كوره مع الناس. بن شرقي لما بينزل 10 دقايق وربع ساعه بيعمل قد اللي انت بتعمله في 70 80 دقيقه انت بتلعبه. فشد حيلك كده، انت ايه لسه عندك وانت ايه، احنا عارفين امكانيات تريزيجيه كويس. دي كانت السلبيات بالنسبه لي، خوسيه روبيرو وتريزيجيه ومحمد هاني اللي لازم ما يلعبش كوره تاني بصراحه عشان خلاص. محمد هاني لازم الاهلي يجيب باك يمين يا جدعان، خلاص الراجل مفيش ولا اوفر ولا تغطيه عكسيه ولا اي حاجه. النادي الاهلي لو وقع السنه دي هيبقى بسبب اتنين، محمد هاني ومحمد الشناوي. محمد الشناوي اتركن فخلاص اركن محمد هاني بقى، لاعب كريم فؤاد، اشتري باك يمين، طلع باك يمين من الناشئين، اعمل اي حاجه. اما لو جينا نتكلم على ايجابيات النادي الاهلي هم اتنين، احمد سيد زيزو الراجل بنص مستواه في مركز مش مركزه، ممسوك في كل حاجه بس الاوفرات بتاعته سم اوفر. زيزو على دماغ اي حد جاب لك نقطه من ولا حاجه، فانت لاعب زيزو وينج يا معلم وخد منه 100%. تاني ايجابيه هتكلم عليها ياسين مرعي. ياسين مرعي كان عامل ماتش كويس جدا هجوميا، بيعرف يطلع بالكره من تحت كويس، الكره العاليه بتاعته كلها كويسه في الحته الهجوميه. اما دفاعيا فما بيعرفش يطلع الكره بدماغه كويس، في مشاكل في حته الدفاع في النادي الاهلي اتكلمنا عليها في الحلقه، فدي هتبقى واحده من مشاكل النادي الاهلي هي الحته الدفاعيه. بس ياسين مرعي كوفر كان عامل ماتش كويس جدا. وبرده احمد رضا في نص الملعب كان عامل ماتش كويس جدا جدا. احمد رضا النص ملعب السته النادي الاهلي بيدور عليه من زمان، بيعرف يخرج بالكوره، بيعرف يستخلص الكوره حلو، بيعرف يستلم ويباصي في مساحات ضيقه، فهو ده النص ملعب المثالي للنادي الاهلي. بس للاسف الحلم ما بيكملش، طلع مصاب في الدقيقه 70 تقريبا، فهنشوف خوسيه روبيرو هيلاعب مين في المركز ده. ده كان كل كلامنا بالنسبه للنادي الاهلي. ونخش بقى على اخر حاجه هو ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا. هاخد شويه كلام من اللي قلتهم على خوسيه روبيرو وهقولهم على هانيك فيريرا، وبلاش الكلمه الاولى دي نقول عليه فيريرا على طول. فيريرا اللي عنده مشكله برده في حته نص الملعب، عبد الله السعيد مع ناصر ماهر، لا ناصر ماهر مش وينج برده يا جدعان. يعني احنا بنقول زيزو مش نص ملعب وينج، وبرده بنقول ناصر ماهر مش وينج ونص ملعب. تعكسين الدنيا ليه؟ ما كله هيلعب في مركزه يا جدعان. عبد الله السعيد مع ناصر ماهر من ايام ما كانوا في الاهلي ما ينفعش يلعبوا اتنين في ملعب واحد، الا بقى نخلي لهم توظيف زي ما كان جوميز عمل. جوميز كان بيلعب ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد شحاته ودونجا واحمد حمدي، وكنا بنشوف الزمالك بيلعب كوره عامله زي مع جوميز. لازم يا عم فيريرا تشوف توليفه ما بين عبد الله السعيد وناصر ماهر، لان دول اهم اثنين عندك في نص الملعب. لما نيجي نتكلم عن الماتش كاوفرول، نادي الزمالك ما عملش مباراه وحشه ولا مباراه حلوه، نادي الزمالك عمل مباراه متوسطه الى حد ما. المباراه كانت بادئه قويه جدا من نادي سيراميكا كليوباترا، وفي اول 3 دقائق حط كوره في العرض عن طريق فخري لقاي، الكوره من جمله حلوه قوي اتعملت من لعيبه سيراميكا، عفوتها عمرو السوليه لاسلام عيسى، فخري لقاي اللي حطها ببطن رجله بس تيجي في العارضه، ودي اول فرصه للنادي سيراميكا في اول 3 دقائق في المباراه. يفضل الماتش شد وجذب، بس سيراميكا ماسك الكوره اكتر ومستحوذ اكتر على الكوره لحد الدقيقه 25 ركنيه من عبد الله السعيد يرفعها تنزل عليه محمد شحاته اللي بيحط واحده ولا اروع، بس عمرو السوليه في دقيقه كبيره رمى نفسه على الكوره وطلع الكوره لضربه ركنيه ثانيه وانقذ فرصه هدف محقق 100%. وعمرو السوليه اللي عايز اتكلم عنه في الماتش ده، عمرو السوليه اللي راجع من الاصابه مع النادي الاهلي، عمرو السوليه اللي لسه اول ماتش عمله مع سيراميكا كليوباترا كان عامل 65 دقيقه عالميه. عمرو السوليه في الحته الدفاعيه اقوى من الحته الهجوميه، احنا عارفين عمرو السوليه مميز بالتشيب اللي بيعمله ورا خط الدفاع، كان كل كوره بتجيله يعملها تشيب ورا خط الدفاع، كانت بتمثل خطوره على نادي الزمالك. بس شفنا السوليه من اول ما طلع من الملعب الزمالك عرف يتنفس ويمسك كوره ويهاجم. كانت اخطر كوره للزمالك في الشوط الاول كانت كوره من عبد الله السعيد اللي لعبها بالعرض، استلمها ناصر ماهر، استلمها على صدر ولا اروع،
ولف 180 درجه وحطها ببطن رجله، بس تيجي يا دوبك بكام سنتي جنب العارضه بتاعت محمد بسام واديها فرصه تقدم نادي الزمالك في الشوط الاول. الشوط الثاني كان بادئ يعتبر نفس بدايه الشوط الاول بالنسبه لسيراميكا كليوباترا، ضاغط معاه الكوره واخطر، وكانت اخطر كوره لان سيراميكا كانت في الدقيقه 73 1 2 ما بين السوليه لاسلام عيسى لفخري لقاي، عايزين يخشوا بالكوره الجون، بس يقدر فعلا نادي الزمالك يشيلها ويشيل الخطوره كلها لنادي سيراميكا كليوباترا لحد ما تيجي الدقيقه 78 وحبيب قلبي حبيب قلبي رايح انفراد من نص الملعب، ولا مدافع جاي وراك ولا حارس طلع عليك وناصر ماهر على شمالك. ايه الفينش يا ابن اللي انت عملته ده؟ انا مش هشتم ايه الفينش اللي انت عملته ده؟ كفايه شتيمه انت خدتها مني وقت الماتش. يعني انت رايح الجون كده وانت رايح والجون كده شطها جت كده ازاي؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انا ما اعرفش. تفتكر بقى سيف الدين الجزيري خلص ابداع كده الدقيقه 83 كوره مع سيف الدين الجزيري يا معلم وعلى الوينج اليمين، ورايح يقرر له يحط فيها وش رجله يلعبها من منطقه جزاء سيراميكا لنص ملعب الزمالك. لولا محمد شحاته حط رجله ولحقها كانت هتروح لفخري لقاي بهجمه مرتده لسيراميكا. انت متخيل؟ محمد شحاته خد الكوره ده لادم كايد، ادم كايد بعقل جدا خد الكوره وسط اتنين بصها لناصر ماهر استلامه ولف ولا احلى وش رجله يا معلم، والهدف الاول لنادي الزمالك من احسن لاعب في المباراه ناصر ماهر لما لعب 10 عبد الله السعيد لما طلع شفنا ناصر ماهر تاني خالص. ناصر ماهر كان احسن لاعب في نادي الزمالك، كان المحرك الاساسي لنادي الزمالك في المباراه، وهو برده ما لعبش في مركزه، بس الفرق ان هو ما لعب في مركزه اداك عكس الناحيه الثانيه خوسيه روبيرو ما لعبش زيزو في مركزه خالص. كالعاده سيراميكا ما بيخش فيه جون في اخر دقايق بيفتح على البحري بقى، وكانت فتحته دي من غير اي خطوره لحد ما محمد شحاته ياخد كام اسلام عيسى ويشوف بسام طالع يحطها له من نص الملعب، جون يستاهل عليه بوشكاش بنسبه 100%، ويبقى الهدف الثاني لنادي الزمالك وفي قتل المباراه بالنسبه لنادي الزمالك وياخد اول 3 نقط لنادي الزمالك. تعالى بقى نخش على السلبيات والايجابيات بالنسبه لنادي الزمالك واقول لك ليه الثلاث نقط دول اهم 3 نقط للزمالك في الموسم. اول حاجه يا معلم الثلاث نقط دول ما كانش جم والزمالك كان يتعادل او خسر كنت هتلاقي كميه هجوم على المدرب وجون ادوارد واللعيبه والصفقات الجديده. فالثلاث نقط دول اول ما جم كل الضغط ده اتشال على نادي الزمالك. شفنا فرحه جون ادوارد في المدرجات بالجون الاول، سيبك من ان هو زملكاوي اهلاوي، الراجل مشروعه، الراجل ده تعبه، شايف تعبه، هو عارف ان الماتش ده لما كانش كسبه كان ايه اللي هيحصل فيه، فكان لازم ينفعل كده. انت شايف مشروعك اللي انت بنيته، قعدت بقى شهر ونص ما بتنامش وتصحى بميزانيه قد كده، جبت كل ده، لازم تشوف المشروع بينجح قدامك. فدي كانت فرحه نجاح المشروع اكتر من ان هو زملكاوي بقى اللي اهلاوي مالناش دعوه. عايزين نتكلم على السلبيات والايجابيات. عايز اتكلم على محترفين نادي الزمالك وبالاخص شيكو منزا انه الماتش شغال وبعد الماتش شايفين عليه هجوم من غير اي داعي. ليه يا معلم؟ بيقول لك مصطفى شلبي الاسود، هو انت مصطفى شلبي كان بياخد الكوره ويطلع على الخط كده ويخش واحد على واحد وشه في وشه؟ مصطفى كان بياخد الكوره يرجعها لورا. فانت عندك لاعب جريء، لاعب جاي من الدوري البرتغالي على الدوري المصري عايز يتاقلم اول ماتش مع الفريق يا معلم في ماتش رسمي، طبيعي يبقى يظهر بالمستوى ده. الراجل بياخد الكوره وما بيهموش، ياخد الكوره ويجري ويطلع على الخط وعايز يعدي واحد واثنين وثلاثه، عايز يمتع نفسه ويمتعنا، مش لازم من اول ماتش بقى ضغط ومقارنات وبتاع. اهدى يا معلم بالعقل، كل حاجه بتيجي بالعقل، كل حاجه بتيجي واحده واحده. اهدى على شيكو منزا، لسه هيجي منه كتير. انت عندك وينج اهم حاجه عنه لا بياخد الكوره يروح للمدافع وش في وش ما بيرجعش لورا. تاني واحد عايز اتكلم عليه هو ادم كايد اللي نزل في الشوط الثاني وكان باين كمان اول نزلته ان هو خايف، كان نازل متراجع قوي في الدفاع، كان بيدافع اكتر ما بيهاجم، بس في الكوره اللي طلع فيها يهاجم عمل باص حلو قوي لناصر ماهر. وسيبك حتى من الباص، شوف التحرك بتاعه بعد الباص، حتى ناصر ماهر لو كان لعب له الكوره كان هيحطها في الجول لان هو كان واقف في مكان ما فيهوش اي حد مغطي عليه، ما فيهوش اي رقابه، كان هيحطها ببطن رجله في الجول عادي جدا. فادم كايد واحد من نجوم نادي الزمالك اللي جاي بقوه، استنوا عليه. ثالث واحد عايز اتكلم عليه عبد الحميد معالي ده اللاعب الوينج اللي زي ما الكتاب بيقول يا معلم، انا هاخد الكوره هجري على الخط هلعب ايجابي، بس الواد بياخد الكوره وشفناه سريع مهاري عالمي بصراحه. استنوا عليه لسه 19 سنه، فاستنوا عبد الحميد معالي واحد من نجوم مصر الجايين، بيفكرنا حرفيا بستايل اشرف بن شرقي مع نادي الزمالك، لا ياخد الكوره بيلم لجوه يباصي الكلام ده. فواحد من نجوم نادي الزمالك الجايين هو عبد الحميد معالي. اما بالنسبه لعيبه نادي الزمالك اللي عايز اتكلم عليهم واديها حقها، سيبك من شحاته ده نجم كده كده، سيبك من ناصر ماهر، عايز اتكلم على نبيل عماد دونجا. طبعا كل الناس دونجا لاعب حلو، دونجا لاعب وحش، احنا خلاص في صوره في دماغنا لازقه اللي دونجا لاعب ملط، بس دونجا الماتش ده عمل ماتش مش هقول لك عالمي، بس عمل ماتش مثلا 7 من 10. الراجل كان بيستلم الكوره صح، بيطلع باصات صح، بيلعب التشيب باص في المساحات الفاضيه كلها نادي الزمالك. هو عمل في اول ماتش ما كانش بادئ كويس، كان بيغلط كتير، بس بعد كده اتفرج على دونجا كان كويس جدا في نص ملعب نادي الزمالك وكان بيطلع الكوره من رجله كويس جدا. انا اتفرجت على الماتش وجاي كمان اتفرجت على الهايلايتس عشان اخد منه لقطات،
دونجا كان عامل ماتش كويس جدا. وطبعا عايز اتكلم عن اهم واحد في نادي الزمالك، محمود بن سيد. الراجل ده يا جدعان عالمي، باك شمال عالمي، دفاعيا هجوميا، راجل ما شاء الله عليه. اهم صفقه لنادي الزمالك مثلا في اخر 5 سنين محمود بن تايج، ربنا يحفظك يا ابني. وده كان كل حاجه بالنسبه لنادي الزمالك. خلاص اهم حاجه ال3 نقط، نقفل الصفحه دي ونستنى الماتش الجاي قدام المقاولين العرب في استاد القاهره. قبل بس ما انهي الحلقه عايز اتكلم في حته مهمه جدا، وهي الخوض في الاعراض وشتائم في المدرجات. يا معلم انت عندك زيزو ولا امام عاشور او مهما كان، يعني انت ليه بتشتمهم في المدرجات باهلهم؟ اشتم اللاعب زي ما هو. يعني انت قول على زيزو الجعان زي الفل، قول عليك جربوع زي الفل، اشتم اللاعب انك انت عملت اللاعب، ما عملتش مراته، ما عملتش انت عملت اللاعب ذات نفسه، فاشتم اللاعب. وكمان انا كان عاجبني في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت دي كلها اللي هو مش شاغل باله بزيزو خالص ولا مديه اي اهميه. على الناحيه الثانيه ده اللي كان عمال ايه زيزو الحراق والمشطشط الكلام ده، كنا احنا متجاهلينهم خالص. فده انك متجاهلهم كده خالص، ما تركزش مع زيزو، خلاص زيزو كان عندك ومشي. ما تفكرش في الماضي، فكر في اللي جاي. الزمالك بنى كويس جدا، جايب لعيبه كواليتي عالي جدا، ففكك من زيزو، فكك من امام عاشور، وبلاش الشتايم والخوض في الاعراض في المدرجات. يا عم لو انت مش شايفها حرام، مش شايفها ان هي قله ادب، مش شايفها كل الكلام ده، فكر في مصلحه الفريق انك راح تشجعه، انك هتوقف ماتش او 2 أو 3 هتضر بالفريق. فبلاش الشتام في المدرجات. خلاص زيزو لما يجي لك بقى هو تاني، لما تيجي تلعب الاهلي والزمالك وبقى اشتمه، بس اشتمه هو كشخص، مالكش دعوه بمراته ولا اهله ولا هو ولا امام عاشور. اشتم الشخص اللي انت عملته، ما تشتمش حد من اهل بيته عشان انت مش هتستحملها على نفسك. ودي كانت نهايه حلقتنا، اتكلمنا عن كل حاجه تخص الكره المصريه. على جنب كده عايز اتكلم عن نادي الاسماعيلي اللي كان عامل ماتش كويس قدام بتروجيت وفايز بالتعادل 0-0. فلو عجبتك الحلقه لايك شير سبسكرايب، اشترك في القناه عشان استفيد جدا باول ان شاء الله، والسلام عليكم.